هو الجمهور الأهلاوي، جمهور الأهلي اللي دايما ما بيفكرش في فرقة تانية، ما بيفكرش غير اللي هو يبقى الأول، ما بيفكرش غير اللي هو يفوز، ما بيفكرش غير اللي هو دايما يبقى الأهلي ده في أحسن نادي في الكون. على عكس جمهور الزمالك اللي بتلاقيه بيمشي ورا الإعلام اللي بيقوم بيه بعض نجوم الزمالك القدامى أو بعض يعني الغير مؤهلين أصلا إعلاميا الظهور على الإعلام، أو الغير مؤهلين اللي هم يبقوا نخبة أو يتصدروا الساحة. فتلاقيهم بيكيلوا بمكيالين، وتلاقيهم نكاية في الأهلي بيساندوا بيراميدز وبيساندوا أندية تانية. طب ما هو بيراميدز أخد مكانكم، يعني انتوا ليه بتوقعوا فرقتكم قبل ما تقع؟ يعني قبل ما يقع أو قبل ما ينهار الزمالك ماديا في الفترة الأخيرة، والزمالك كان واقف على رجليه، وكان يقدر ينافس بيراميدز، وكان يقدر يبقى أحسن من كده بكتير. نسيتوا الزمالك، نسيتوا ناديكوا، وافتكرتوا نكاية في الأهلي اللي انتوا تساندوا بيراميدز وتكيلوا بمكيالين. أنا ما عنديش مشكلة اللي أنت تساند أي فرقة، أو اللي تساند يعني فريق مصري، خاصة هو بيلعب على المستوى بيمثل مصر، سواء أفريقيا أو دولي أو عالميا. لكن المشكلة الحقيقية اللي هو يبقى بيحصل ده نكاية في فرقة أخرى، أو لأنك يعني إيه، لأنك يعني مش قادر تحقق ده، فبتشجع أي فرقة تانية غير الأهلي اللي هي تاخد بطولة أو اللي هي تحقق إنجاز أنت مش قادر تحققه. طب ما إزاي يعني، إزاي أنا كجمهور أفرح بإنجاز لفرقة تانية؟ إزاي أفرح بإنجاز لفرقة تانية هي أصلا منافس ليا، هي المنافس الحقيقي ليا؟ بيراميدز مش منافس للأهلي. بيراميدز منافس للأهلي اللي هو أخد البساط من تحت الزمالك ليكون منافسا للأهلي، بس هو هيجي بعد الأهلي بكتير. يعني زي ما مع الزمالك هو القطب الثاني في مصر، وهو المنافس والغريم الحقيقي للأهلي جماهيريا، وده اللي كان موقف على رجليه جماهيريا، بس هو في الحقيقة ما كانش يعني ما كانتش يعني مش المنافس اللي هو مثلا، يعني مثلا الأهلي بياخد بطولة وهو ياخد بطولة، لا، يعني الأهلي بياخد مثلا 10 بطولات والزمالك بياخد بطولة، فهو يأتي بعد الأهلي. فهو بيراميدز هيجي برضه بعد الأهلي، وهو كل الحكاية اللي هي الترتيب اتغير. يعني بعد ما كان الأهلي الأول الزمالك التاني، بيجي فرق تانية بتختلف، الإسماعيلي أو المصري أو سيراميكا أو أي فرقة تيجي تبقى التالت. بقى بيراميدز هو التاني مكان الزمالك، ويأتي الزمالك بقى إيه بعد كده في التالت أو الرابع، معرفش، مش هتفرق كتير، مش هتفرق كتير. بس في الحقيقة يعني أنا حزين جدا على اللي بيعمله جمهور الزمالك، اللي هو ده اللي وقع الزمالك، اللي وقع الزمالك اللي هم ناسوا فرقتهم، ونكاية في الأهلي ساندوا فرقة تانية عشان تاخد البساط من تحت أيديهم، وتاخد مكانتهم وتاخد مكان فرقتهم. آه، بالنسبة لإدارة بقى الزمالك، إدارة نادي الزمالك، ما هو مين يا جماعة اللي بيأيد إدارات الزمالك الفاشلة دي يعني، اللي هي بتوقع النادي؟ مين اللي أيد مرتضى منصور وهو بيشتم في كل الناس وبيشتم في كل الرموز؟ مين اللي أيده؟ ما هو
وكانوا فرحانين بيه. ما هو جمهور الزمالك برضه اللي هو يعني اللي هو حدث ولا حرج بقى في المخالفات وفي العمولات ليه والأبناء داخل النادي على صفقات للعيبة داخل النادي، يعني صفقات وهمية كانوا بياخدوا من وراها عمولات، ده بشكل معلن وغير معلن وفوق الترابيزة وتحت الترابيزة وكل شيء. مين اللي أيد مرتضى منصور اللي هو وأبنائه يعملوا كده في نادي الزمالك لسنوات وسنوات ويظهروا على الساحة. وبعد كده لما مرتضى منصور حصل له اللي حصل له بقى مش هينفع اللي هو يكمل، وبقى خارج الصورة وبقى غير مؤهل والدولة مش مسانداه وبقى ضد يعني بقى فج جدا وبقى ما ينفعش اللي هو يكمل في النوبة وعلى الساحة. بدل ما تبرزوا بقى بدل ما تبرزوا نجوم الزمالك الحقيقيين اللي هم كبار الزمالك، النجوم الكبار اللي هم المميزين الخلوقين، يعني زي واحد زي كابتن حسن الشحاتة ربنا يديله الصحة ويشفيه، وزي نجوم تانية يعني كتير للزمالك خلوقين ومميزين وبيحبوا النادي بجد، بقى ما تبرزوهم على الساحة وتوصلوهم بقى اللي هم ياخدوا مناصب في الزمالك واللي هم يمسكوا إدارة الزمالك ويديروا الكرة في الزمالك. لقينا بيظهر على الساحة واحد زي حسين لبيب اللي برضو اللي كمل بقى على الزمالك خالص ووقعه، وده كان بسبب اللي برضو جمهور الزمالك مشى وراه في الكلام الفاضي اللي هو الكلام وخلاص، يعني اللي هو الشعارات الكبيرة اللي بتاع جمهور الزمالك، وبدل ما يحاسبوه يقولوا له انت غلطان، لا ده انت مفروض تشتغل على نفسك، يعني بدل ما تقول انا اكبر قلعة رياضية مش عارف ولا اكبر قلعة رياضية في مصر، طب ما انت ابني النادي عشان